كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. اليوم رجعت لكم بأكلة اللي هي مرقة القرع. اول شي تابعوا الفيديو للنهاية ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. طبعا نحنا دائما متعودين انه نساوي القرع مربى، بس هالمرة رح ساويها مرقة القرع. طبعا في كتير دول كمان بيعملوها. حتى نبلش فيها عندي هون القرع، رح اقطعهم على شكل مكعبات، لا كبيرة ولا صغيرة، وسط لازم يكون عندي الحجم. طبعا بعد ما قشرتهم رح اغسلهم كتير منيح، طبعا حسب الكمية اللي انتو بدكم تساوي، كيلو، كيلو ونص، شو ما بدكم فيكم تعملوا. بعد ما غسلتهم منيح رح اتركهم على الجنب. تاني شي رح نجي للسماق طبعا. وتاني شي رح نجي هلأ للسماق. رح انقعه كمان بمي فاترة حتى تنزل منه الحموضة تبعه، لاني رح صفي المي اللي فيها. بعدين بعد ما نقعتهم بالمي رح انتقل هلا للحمة. بدي تقريبا كيلو من اللحمة، رح اسلقهم شوي على جنب. بعد ما سلقتهم على جنب هون رح احطهم كمان بقلب الطنجرة اللي رح بلش فيها اعمل مرقة القرع. رح ضيف لهم تقريبا نص كاسة من الزيت، ورح ابلش اقلي اللحمة كتير منيح. بعد ما قليتهم كتير منيح رح ضيفلن هون كمان ملعقة كبيرة من معجون الطماطم طبعا، ورح ضيفلن كمان ملعقة وسط من الفلفل الأحمر، حتى هيك تعطيها هيك نكهة الحدودية كمان. بعد ما ضفتلن حركتهم كتير منيح، رح بلش ضيف هلأ القرع، ورح حركهم كتير منيح وخلطهم مع بعض، ورح رشهم ملح كمان، ما نكتر ملح. ورح غطي الطنجرة حتى يبلش القرع او اليقطين ينزل ميته بنفسه، يعني ما رح نضيف دغري المي، رح نتركها تقريبا شي 10 دقايق حتى يبلش ينزل ميته. وهلا رح ننتقل للسماق. عندي هون رح صفيه مثل ما انكم شايفين معي. بعد ما صفيتهم رح ضيفلهم كمان ملعقة كبيرة من الطحين. ليش الطحين؟ حتى يصفي عندي هون مية السماق. نتركها كمان شي 3-4 دقايق ونحركهم لحتى هيك تنزل كل شي عندي شوائب بقلب المية السماق. وهلا كمان بيلزمني التوم طبعا، تقريبا راس التوم قشرتهم، فيكن تدقوه فيكن تقطعوه كمان. انا قطعتهم مثل ما انكم شايفين وبلشت ضيفلهم للقرع. شايفين القرع شلون نزل المي الموجودة فيه بدون ما ضيفله اي نقطة مي طبعا. وهلا بعد ما ضفتلن الثوم رح بلش ضيفلن مية السماق طبعا. ما رح طبعا نضيف الطحين كمان مثل ما انكم شايفين معي. هلا رح تشوفوا رح يبقى الطحين بسفل الجاط طبعا، لانه كل شي كان فيه شوائب نزل لسفله مثل ما انكم شايفين معي. طبعا كل دولة كمان بتعمل طريقة مختلفة. انا هاي الطريقة اليوم عملتها مرقة القرع على الطريقة التركية، حبيت جربتكم اياها كمان، ان شاء الله تعجبكم يا رب. وهيك بعد ما ضفتلهم مي كمان رح حركهم ورح غطي الطنجرة تقريبا شي 10 دقايق. اذا نقص مي كمان فيكم تضيفوله مي عادي، ما في مشكلة. وبعد ما يمضي تقريبا معي شي نص ساعة بكون صار عندي مرقة القرع جاهزة. وهيك بكون انا وصلت لنهاية الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم يا رب واستفدتوا من هاي التجربة اللي انا